السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه كبسة اللحم. أكلة سهلة بسيطة سريعة وكمان في حلة واحدة. حلة على النار، هنحط فيهم شوية زيت حلوين كده. هستنى لما يسخنوا، وهنزل ببصلاية متوسطة الحجم اهو. هشوحها، وهكون طبعا مجهزة اللحمة بتاعتي. اللحمة بتاعت الكبسة حبيبتي لازم تكون ملبسة أو فيها نسبة من الدهن. ممكن بقى لحمة ضاني، ممكن لحمة بالعظم بتاعها، يعني المتاحة عندك. هشوحها شوية مع البصلاية، وهديها شوية مية لأن اللحمة بتاعتي كبيرة شوية. هحاول أنا أدخلها في السوا أهو بالشكل ده. هستنى لما تشرب المية بتاعتها وانزل عليها بالتوابل. معانا بقى ورق لوري، معانا قرفة، خشب، لومي، مسمار أو القرنفل، فلفل أسود، كمون، كزبرة، هيل أو الحبهان، بصل بودر، توم بودر. أو ممكن بقى تستغني عن كل ده بمعلقة من من بهارات الكبسة. اوعي تنسي الكركم والكاري، بيدوا طعم حلو ولون حلو كمان للرز. هنا بقى كانت اتحمرت معانا اللحمة بتاعتي خلاص. شايفين شكلها ولا الريحة؟ مفيش أروع من كده أهو. بعد بقى ما اتحمرت يا حبيبتي كويس وعطتنا اللون الحلو بتاعها ده، نزلت بلتر من المية المغلية. هقلب وهغطي عليها وهسيبها تخش في السوا اهو بالشكل ده كده. هغطيها بقى وهسيبها تغلي اهو. هنا بقى بشوف اللحمة بتاعتي كانت خلاص بقى بتغلي وقربت تخش في السوا اهو. لان الرز بتاعنا زي ما انتوا عارفين ما بياخدش سوا خالص على النار. كان عندي شوية مكسرات، شوية لوز على شوية زبيب وفول سوداني، المتاح عندك حطيه. طبعا اللوز بتاعي كان هنا بقشره بصراحة. هقولك على طريقة سهلة وبسيطة تقشري بيها اللوز. حطينا هنا اللوز بتاعنا في كوباية اهو. هنحط له بقى شوية مية مغلية. هغطي عليها واستنى عليها شوية. هرجع برضو للحمة بتاعتي اشوفها اهو. كانت خلاص قربت تخش في السوا. يا ريت تجربي الأكلة دي. خلاص تعبنا من وقفة المطبخ وعايزين تغيير. أكلة سهلة وبسيطة. هنا حطينا بقى مكعبين من المرق، ده اختياري، عايزة تحطيهم حطيهم بقى، مش عايزة تحطيهم براحتك. في ناس كتير أوي ما بيحبوش مرقة الدجاج، فانت بقى براحتك. بس بصراحة بتدي نكهة حلوة برضو للكبسة. وملحنا كمان اللحمة بتاعتنا. هنا كنت غسلة الرز، دول 3 كوبايات من الرز البسمتي. نقعتهم وغسلتهم وضفتهم اهو للحمة. هقلبهم بقى مع اللحمة بالشكل ده، وهسيب النار عالية لحد ما يتشرب الرز بتاعي، وابدأ اهدي النار عليه اهو. هنا النار اهي، الشوربة بتاعتي اهي بقت تغلي خلاص. هبدأ بقى اهدي النار خالص واسيبه يكمل سواه براحته. رجعت بقى للوز بتاعي. شايفين القشرة بكل سهولة بتطلع من على اللوزة اهي. جرب معاك واحدة تاني. شايفين؟ هقشر الكمية بقى دي واصفي المية منه. الرز بتاعي خلاص اهو اتشرب.
أهو. هابدأ بقى أحط له الزبيب، أنا مش باحمّر الزبيب، أنا باحطه كده على وش الرز، بصراحة بيبقى طعمه حلو أحسن من المحمّر. أهو بالشكل ده كده. طاسة على النار، هاحط فيها معلقة من السمنة البلدي عشان أحمّر اللوز بتاعي. أهو. هاحمّره بقى. إيه رأيِك بقى في الأكلة دي؟ ما خدتش أهي معانا وقت، وأكلة سريعة تقدري بقى تقدّميها مع طبق سلطة أو سلطة دقوس أو طبق مخلِّل، وترتاحي شوية من وقفة المطبخ. هنا خلاص بقى الرز بتاعي كان استوى واللحم كمان استوت، غرفنا في طبق واحد اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، وحطيت اللوز بتاعي كمان. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ما خدتش وقت معانا. يلا اعمليها وغيري ونوعي في الاكل بتاعك. اهو شايفين الرز، والله ولا اروع. لو عجبك الفيديو متنسينيش بقى في اللايك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفين الجمال، واللحمة والله دايبة دوب اهو، والرز كمان مفلفل وجميل. متنسينيش بقى في دعوة حلوة منك يا حبيبتي، ومتنسينيش في اللايك، واسيبك في رعاية الله واقولك ايه، السلام عليكم.